الله يسعد لي وقتكم حبايب قلبي، مثل ما وعدتكم بالفيديو اللي راح احكي، وهي انا ليكني عم طبق الصوت مع الفيديو. شايفين هذا الطبق اللذيذ الغني هيك كلياته اخضر باورنج باصفر. تعالوا لكم شلون حضرته. جبت الطنجره وحطيت فيها شويه زيت، حطيت فيها شويه شحمه. ما بعرف، في ناس بتقول ليليه، في ناس بتقول شحمه. عن جد انا كتير بحبها مع الطبخه، بتعطي نكهه غير شي. هون حمصتهم شوي مع بصله وسط. طبعا ما خليت البصلة تشقر وتسود، لا بس مجرد هيك طلعت ريحتها وهيك راحت ريحة البصل. بلشت هيك قلبون، وضفت لهم لحمة العجل يا جماعة، قطعتهم قطع. وطبعا خليت النار عالية، قلبت في اللحمة شوي. طبعا انا هون قدر ما فيني بحاول اقصر الفيديوهات كثير، عشان اللي تابعني ما يمل مني بصراحة. انا ما بمل منكم. هون بعد ما نشفوا الميات، فاضفت شوية مي. بدي اسلق اللحمة لاتأكد انه انسلق مزبوط 100%. بعدين جيت هون شايفين شو محمص هيك. طبعا انا جربته على جنب، فكانت النتيجة بيرفكت. فهون جبت انا حبة بطاطا يا جماعة. ما لي ليه حطيت البطاطا اول شي، لانه انا عندي الجزر والبازلاء كانوا مفرزين. هون البطاطا قلبتهم هيك قلبتين ثلاثة. طبعا هون بعرف انا ما ضفت لا ملح، ما حدا ينتبه. حطيت هون الجزر، طبعا الكميات يا جماعة مثل ما بتحبوا. عن جد هيك طبق غني وحلو. حطيت هون بازلاء هيك، بدي اقلبهم قلبتين ثلاثة مع بعض ونشوحهم ونخليهم هيك شوي ياخدوا من نفس الطعمة. وهون اجا وقت الملح، يلا يا ديدو ملحنا وحطينا بس فلفل اسود يا جماعة. البهارات حلوة بالطبخ يا جماعة، بس مو كل طبخة بتتحمل البهار الزايد. يعني احنا بنحب نكون معتدلين في البهارات قد ما فينا. هون ضفت انا مي سخنة مغلية. دائما اي شي بدنا نشوحه على الغاز بدنا نضيف له مي مغلية يا جماعة، لحم ولا خضرة ولا اي شي. هون قلبتهم وسكرت الطنجرة ليستوي معي الصلصة. طبعا هون بعد ما استوى معي كل الخضرة، حطيت بالبندورة وصلصة البندورة، وقلبتهم هيك قلبي قلبتين ثلاثة، وبخليهم 10 دقايق يتسبكوا سوا على نار هادية. طبعا الخضرة مستوية واللحمة مستوية، كل شي ممتاز عندي، بس انه بدي ينغلوا سوا مع بعض يتسبكوا شي 10 دقايق. وهون بدي اجهز لكم الرز. جبت كوبين رز مصري حبة قصيرة، وحطيت لهم مي من الحنفية وشوية قمح. ما بحاول طول الفيديو مشان ما تملوا. هون الصلصة تسبكت عندي تماما خلاص. صار وقت اني طفي تحتها. شايفين بس صار الزيت فوق، فخلاص الوضع كله تمام. هلا بدنا نغطيها ونشيلها على جنب ونبلش نعمل الرز. هون جبنا الطنجرة وحطينا فيها زيت، قدر يعني هيك فنجان زيت. بعدين بدنا نجيب الرز اللي نقعناه شي 10 دقايق، نقلبه قلبتين ثلاثة قطع هيك على مهل يا جماعة، لأنه الرز منقعه. بدنا نحط ملح مثل ما بدكم ملح، وأنا روح قلبي الملح يا جماعة. هيك شايفين بحذر أنا بشتغل، لأنه الرز بس يتنقع، فإذا قسيتوا عليه حيتكسر ويتخبص الرز عندكم كلياته. هلا هون بدي اجيب مي سخنة مغلية. طبعا انا بضيف للرز ماجي يا جماعة. لاحظتوا انا ما حطيت ماجي مع المسقعة ابدا، انا بس بجيب الماجي للرز وللملوخية يا جماعة بس. هون جبت حطيت قطعة مكعب ماجي. شايفين انا كل كباية رز باخد معي كبايتين مي. حطيت هالميات يا جماعة مثل ما شايفين. وهون ضروري جدا يا جماعة بعد ما ضفنا المي هيك نحرك في الرز شوي مشان ما يتكتلوا على بعضهم. وهون بعد ما صار المي بمستوى الرز هديت النار وبدي غطيها ونستنى عليه 10 دقايق 12 دقيقة. وبعدين نيجي بنفتحها وبنتعامل معها بكل هدوء. يعني شايفين من تحت لفوق هيك هيك يعني خلصت تمام. ما تجيبولي من نص الطنجرة وهيك بتحركوا فيها، لا، عمل يا جماعة. شايفين الرز طلع حبة وحبتها. مثل ما شايفين يا جماعة خلصت الطبخة، وبدي صبلكم اياه تشوفوا الرز، وتشوفوا اليخنة او مثل ما بيقولوا الصلصة، او بتقولوا مسقعة البزلة او الخضرة المشكلة. ما بعرف شو بتقولوا، لكل حدا بيسمي الاكل حسب منطقته. وانا ضفت الرز وبعدين ضفت لهم المسقعة او يخنة البزلة.
شوفوا لي هون الصحن ما أحلى. طبعا بتخونني يا جماعة الكاميرا، بخونني التصوير، ما كتير أنا شاطرة في التصوير. بشوفوا لي هيك القوام، والرز حبة الرز يا محلاها مع الصلصة مع المسقعة، وجنبها هيك قرن فليفلة حد على أحلامكن. صحتين وهنا على قلبكن وعلى قلبي يا رب. وإذا كنتوا عم تتابعوني لأول مرة ما تترددوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس. كانت معكم كيتو كيتشن.